السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وأحوالكم جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا سريعة التحضير، بدون فرن، فقط في المقلاة. كتجي لذيذة بزاف، كتجي رطبة وما كتاخدش لينا الوقت في التحضير ديالها. مكونات بسيطة ولكن كتجي لذيذة، حسن من البيتزا العادية. وفقط كنخدموها غير في الخلاط الكهربائي، يعني ما كندلكو ما كنعجنو ما حتى شي حاجة. بقاو معايا شوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندنا هنايا كاس وربع، كاس ونصف تقريبا ديال الدقيق سبيسيال، يعني ديال الحلوى، يكون من نوع جيد. غادي ناخدو معاه نصف كاس ديال دقيق الفينو او سميد رقيق جدا، وكاس ديال الماء. والماء غادي ناخدو فقط هذاك القياس، يعني ما غادي نزيدو من نقصه. عندنا بيضه وزيت زيتون، عندي 2 معالق كبار ديال زيت زيتون، ما ديروش اكتر باش ما تجيكمش كتلصق. ما تكتروش الزيت. عندي معلقه ديال الملح، معلقه ديال الخميره، يعني الخميره الفوريه او الخميره ديال المعجونه العاديه اللي كنعجنوا بها الخبز. وعندي معلقه ديال خميره ديال الحلويات، وسكر سنيده، يعني غير معلقه صغيره. والزعتر كيبقى اختياري. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي ناخدو شي بول على هاد الشكل، وغناخدو شبيكه باش نصفيو هاد الدقيق. ضروري خصنا نغربلوه باش كنحصلوا على نتيجه يعني مرضيه. غادي نحكو هاد الزعتر غير يعني غير بايدينا. ممكن تستغناو على الزعتر، ولكن راه كيعطي نكهه او نسمه زوينه بزاف. صافي، غادي نزيدو باقي المكونات اللي وريتكم في المعلقه: الخميره وسكر سنيده والملح، والخميره الفوريه والخميره العاديه يعني كيميائيه، وبيضه وزيت زيتون. صافي، غادي نحاولوا نخلطوا هادشي كامل غير بالطراب اليدوي. سمحوا لي، من قبل كنت قلت لكم غادي نخدموها بالطراب الكهربائي، لا غادي نخدموها غير بالطراب اليدوي. صافي، غادي نخلطوها مزيان مزيان يعني تولي لينا بحال تطلق لينا بحال الخيوط. ما كتاخذش لكم وقت بزاف، غير تقريبا دقيقه ولا 2 دقائق. مهم كتبقاو تحركوه حتى ما يبقى داك العجين، يعني العجين كيولي لينا لين وما فيهش هذوك الحبيبات ديال الدقيق. صافي، غادي نغطيو عليه بلاستيك واحد 15 دقيقه. صافي، دابا خليت انايا هذاك العجين تخمر 15 دقيقه كيف ما قلت لكم. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال تحضير الصلصه. خديت 3 ديال المطيشات كبار، حكيتهم وضفت ليهم الملح والابزار والتحميره او الفلفل الاحمر وزيت زيتون. صافي، غادي نحطهم فوق العافيه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق على عافيه مهيله، حتى كيولي لينا على هذا الشكل، كيخرج لينا الخليط يعني ديال لاصوص، كيخرج لينا ثقيل شويه. وغادي ناخدو عاوتاني هاد المقلاة بعد ما غسلتها، غادي ندير فيها هاد شرائح ديال البصله. ممكن تستغناو عليها، ولكن راه البصله كتجي زوينه في البيتزا. بالنسبه للناس اللي ما كيديروش البصله، راه البصله كتجي زوينه بزاف. غندير معاها الفلفله مقطعه طويله، وهداك الزيت ديال الطون ما ترميوهش، يعني كيجي لذيذ بزاف البيتزا ديال الطون، ما تبقاوش ترميوه، ديروه في طيبوا به هاد البصله
البصلة والفلفلة، طيبوها غير بالزيت ديال الطون، راها كتجي لذيذة بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر. فقط غادي نضيف الملح والابزار على حسب الذوق. صافي غادي نحركوهم، نديرهم يتشحروا فوق العافيه حتى تطرخى لينا البصله. صافي وهذا الطون نحاولوا نفتشوه مزيان غير باش نحطوه فوق من البيتزا. صافي ها هي البصله والفلفله فاش طرخات لينا كتولي لينا على هذا الشكل. ودابا بعد ما خمرت ليا العجين، يعني بقات لي دابا غير نطيبها. انا غادي نوريكم طريقه الطهي ديالها. بالنسبه لهاد الكميه ديال العجين غادي تخرج ليا جوج في هاد المقلاه اللي على هاد القد. غادي نطيب منها جوج. مهم انا غادي نوريكم الطريقه ديال الطهي ديالها باش ما نطولش عليكم. في هذه المقله درت شويه ديال الزيت، ضروري تدهنوها بالزيت وترشوها بالدقيق، الدقيق فينو اولا الدقيق الحرش. مهم ضروري ما انكم تدهنوها باش ما تلصقش ليكم، حيت العجين كيف ما كتعرفوا راها سائله يعني وكتلصق مع فيها الزيت، يعني ضروري ما خصكم تدهنوها. صافي غادي تحاولوا تقادوها على القد ديال المقله، ما ديروش العجين بزاف باش ما تجيكمش غليظه، باش طيب لكم دغيا. مهم كيف ما كتشوفوا انا راه كنحاول نوزع فيها على الجناب. صافي حتى نشكلوا منها دائره. الا كانت عندكم المقله كبيره على هذه، يعني غدير لكم غير وحده كبيره. بحال المقله الثقيله راه غدير لكم غير وحده. صافي وانا غادي ندير دابا صلصه طماطم او صوص طوماط. غادي نديرها على هاد الشكل من الفوق. نحاول من ندخلهاش بزاف على هاد الشكل. والحشوه ما غاديش نديرها دابا، غادي نخليها حتى طيب لينا لاباط، عاد غادي ندير الحشوه. وهذا خطأ كيوقعوا فيه بزاف، كيسمعوا البيتزا السائله كيمشيو يعمروها كامله. لا، يعني ما خصهاش تعمر في الاول باش طيب لكم لاباط مزيان. بالنسبه لهاد المقله درت مقله تحت منها، هذيك المقله الثقيله درتها تحت منها، عاد درت هاد المقله هذه باش طيب ليا على خاطرها وما تجينيش معجنه. وبالنسبه للوقت ديال الطياب ديالها ما خداتش ليا بزاف ديال الوقت، تقريبا ما بين 10 و 11 دقيقه. باش تحمرت ليا كيف ما كتشوفوها هي محمره وطايبه مزيان، ماشي معجنه. وجات زوينه بزاف، هانتوما كيف ما كتشوفوا. وحتى هذيك لاصوص طوماط اللي درتها من الفوق، يعني كتجي شويه ماشي ناشفه بزاف. ودابا عاد غادي ندير الحشوه ديالنا اللي درت فيها البصله والفلفله، نديرها هي الاولى. غير جربوها البنات راها كتجي زوينه وكتوجد لينا دغيا. هذه هي البيتزا السائله والسريعه. مهم كندير الفرماج هو يعني فوق من هذيك البصله والفلفله، عاد كندير هذا الفرماج، ماشي الفرماج الاحمر، درت غير الموتزاريلا. صافي وغادي ندير الطون من الفوق. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه. مهم اللي كفته، صدر ديال الدجاج اللي عندكم، الطون حتى هو كيجي زوين بزاف في البيتزات. بالنسبه اللي مكياكلش الطون ليه الاختيار انه يبدلو بالكفته ولا شي حاجه اخرى اولا الحوت. صافي وغادي نرجعها طيب ونغطي عليها من الفوق. ها هي وجدات لينا البيتزا كما قلت لكم، راني غطيت عليها من الفوق. غطيت عليها تقريبا غير 4 ديال الدقائق غير بما داب ليا هاد الفرماج. هانتوما شوفوا راها
يعني كتهرس دغيا، كتجي هشيشه بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش البيتزا قاصحه بزاف، كتجي هشيشه والبنه ديالها زوينه بزاف، بنينه بزاف. هانتوما شوفوا كيفاش دايره، غير جربوها البنات على حسابي، والله الا كتجي زوينه بزاف بزاف. وحتى الشكل ديالها وحتى المذاق ديالها، ديك لاباط كتجي فيها واحد البنه زوينه بزاف. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا ابوني للقناه، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.